3 بليونات يا قطر، 3 بليونات كتير. طب خليها 2، طيب خليها 2 عشان نعرف نتكلم، ولا نقول مثلا انه بس هو انت لو سالتني اقول لك ان الاثنين التانيين ما فيهمش كلام. ممكن الاولانيه اللي فيها شك، بس الاثنين التانيين انا شايف ان هم عاديين. بس انت لو واحد اردني بتتفرج فان فريقك ده فريق فعلا منتخب الاردن منتخب منظم، منتخب كويس جدا، منتخب كان بيقدم كره ممتازه جدا طول البطوله، ومنتخب حتى قدام قطر مشكلته كانت حاجه واحده بس، وهو انه كان نازل خايف جدا من قطر، او اللي عارف اول مره يوصل نهائي برضه فحاجه مبرره. بس فعلا الاردن كان باين ان اللعيبه نازله خايفه طول الشوط الاول. انت تقريبا ما رحتش بولا فرصه لحد ما دخل فيك الجون بدات تفوق شويه، ودي كانت غلطه كبيره جدا من المدرب حسين عموته ومن الفرقه كلها، ان هم كان باين عليهم ان هم نازلين لا مقلقين خايفين مش عارف ايه اللي يخش فينا جون ده مش عارف ايه. وفعلا بان جدا ان الاردن كانت محتاجه تنزل اقوى من كده. بس هارد لك لمنتخب الاردن ومبروك لمنتخب قطر. قبل ما نتكلم في اي حاجه ما تنساش حط لايك، اشترك في القناه، زر الجرس كده عدى عليه مش هيجرى لك حاجه، وامشي معانا شويه كده عشان عايزين نعلى. ويلا بينا نشوف ازاي قدر منتخب قطر يتفوق على منتخب الاردن. بص يا راجل يا محترم، سواء انت قطري سواء اردني مصري اي حد ايا كانت جنسيتك انت بتتفرج على الفيديو، فانت لما بدات تتفرج على ماتش امبارح والله كنت شايف ازاي ان عنصر الخبره فارق مع قطر. قطر نازله اهدى وارسى واركز وماسكه بتلعب كوره، وفعلا باين جدا ان فارق معاها ان هي لعبت نهائي قبل كده وكمان البطوله على ارضها، فده عامل كبير جدا بالنسبه لها. وكمان ان هي بتوصل للنهائي للمره الثانيه على التوالي واللاعيبه بقت متمرسه في البطوله. فكنت شايف ازاي والله ان قطر نازله ماسكه وعايزه الكوره وعايزه هي اللي تبادر. لا هي مش هتسيب للاردن، مش هتسيب منتخب الاردن يمارس اللي كان بيمارسه في الماتشات اللي فاتت خصوصا قدام كوريا، وهو الاستحواذ وخط دفاع الصلب جدا اللي بيقلب 4 في حاله الدفاع، وخط فعلا من اقوى خطوط الاردن. وازاي ان منتخب الاردن والله بيقدر يلعب كويس ويشتغل بشكل محترم جدا على الاجنحه وعلى الاطراف. وكمان المهاجم بتاعهم هو مش مهاجم صندوق، ده هو مهاجم عنده فري روم، مهاجم تحركاته ممتازه جدا. فده حاول منتخب قطر على قد ما يقدر انه يسلب الكوره او ياخد الكوره يمسكها هو من منتخب الاردن عشان عارف خطورته. وبدات تشوف ان قطر من اول الماتش بتبادر. قطر من اول ماتش الخطوره بتاعت منتخب قطر اعلى بكتير، فرص ضاعت كذا فرصه. اكرم عفيف واللي هو هجوم منتخب قطر متمحور حوالين اكرم عفيف، في المعز علي اللي هو مهاجم كويس جدا، بس على الاقل اكرم عفيف كان باين ازاي ان لا ده لعيب تقيل، فرده تقيله قوي في هجوم قطر، فرده هي اللي بتعمل كل حاجه. فرد هتقولي جاب هاتريك بالنت، طبعا شيء حلو يعني شيء غريب وبتاع واول مره، وممكن الناس تقعد تقول لك يا عم ده جايب بلاد. لا خالص، هو انت اكرم عفيف كان عنده ادوار اشمل بكتير في هجوم منتخب قطر، وهو ان انت اول ما لعيب نص الملعب ترمي الكره بتاع من منتخب قطر دايما بيدور على اكرم عفيف، دايما بيدور عليه بسبب سرعاته العاليه جدا جدا جدا، وبسبب قدرته على انه يحمل الهجوم وياخد الكره ويطلع لحاله الهجوم بسرعه جدا. فده كان فارق ازاي ان انت بتشوف ان الناحيه اليمين بتاعه منتخب الاردن اللي فيها طبعا احسان الكابتن بتاع الفرقه كان باين جدا 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 انه مش عارف يتعامل مع اكرم عفيف، وكان باين ان دفاع منتخب الاردن لا ما كانش موجود. دفاع منتخب الاردن في ماتش قدام النهائي قدام قطر لا كان فعلا الدفاع مرتبك، دفاع كان باين انه خايف، دفاع كان باين ان في نوع من انواع التشتت الكبير جدا ده بالنسبه لدفاع الاردن. وقدر منتخب قطر انه يستغله بان انت بتدي لمنتخب قطر والله بيلين من وحي الخيال. فيها شك، انا معاك في كل ده، بس انت في الاول والاخر مدافعينك هم اللي ارتكبوا خطا ساذج جدا في البيلين دي، سواء دي وسواء البيلين بتاعت الهدف الثاني، الاثنين فيهم كميه سذاجه مش طبيعيه. بتشوف ازاي ان منتخب الاردن مش قادر يطلع بالكوره طوال الشوط الاول. لما منتخب الاردن دخل فيه جون وعرفوا ان احنا خلاص بنلعب فاينل هنخسر هنخرج نلعب كوره، شفت ازاي ان الاردن خدت الكوره مسكتها لحد الشوط الثاني لحد البلن الثانيه لقطر. لا الاردن فضلت ماسكه كوره على منتخب قطر، وفعلا بقوا فاهمين يا جماعه احنا بنلعب فاينل، ما احنا لو فضلنا كده هنخسر خلاص مفيش، لا ما خلاص هنطلع. فاحنا لا احنا لازم نهاجم ولازم نبدا نمسك كوره ونلعب. وده اللي فعلا بدات تطير الاجنحه بتوعك، بدا موسى التعماري فعلا يبدا ياخد حريه شويه ويبدا يستلم كذا كره في مساحات. ضيع فرصتين كان ممكن يقلب بيهم النتيجه لمنتخب الاردن، لكن استيل ان هو كان مقدم ماتش مش وحش مش بطال. قدر ان هو كمان يستعيد الثقه هو، وسواء هو او يزن اللي النهارده ما كانش بنفس جوده الماتشات اللي فاتت بس جاب جون. فانت كنت بتشوف ازاي ان لا منتخب الاردن بدا يرجع في الجيم، منتخب الاردن بدا يبقى حاضر ذهنيا ويرجع تاني خصوصا في نهايه الشوط الاول، وبدا
في اخر 10 دقايق ولا اخر 5 دقايق كده في الشوط الاول بالوقت بدل الضايع، الاردن ضيعت فرصتين، راحت بهجمتين وبدات ترجع تاني في الماتش ان هي تقدر تقدم خطوره، لحد ما والله الشوط الاول بيخلص. الشوط الاول بيخلص، انت متوقع ان قطر هتنزل في الشوط الثاني ممكن تبقى عايزه تسجل الهدف الثاني، بس برضو مش هتركن ورا قوي، يعني مش يعني لا هي هتبقى فاتحه زي الشوط الاول وبتهاجم بضراوه وماسكه الكوره، ولا هترجع قوي. لكن انت فوجئت ان الشوط الثاني لوبيز مدرب قطر نزل تعالى هاجمني يا اردن، في الدقيقه 55 ولا في الدقيقه 60 بيسحب حسن الهيدوس وينزل اسد لعيب في نص الملعب، وبينزل لعيب تاني انا مش متذكر كان مين، لكن بيبان جدا ان هو بيدافع. خلاص انا راضي جدا وهسيب المعز وجنبه اكرم عفيف 2 قدام والعب على المرتدات وعلى سرعته. وده كان خطا كبير لمنتخب قطر، وفعلا دخل فيك جول، لان انت بقيت حرفيا بتدافع بس. منتخب الاردن بدا بقى يمسك كوره ويهاجم من كل مكان بحثا عن التعادل، وبدا الحريه للوينجات، وبدا فعلا ان كان باين ان الباك الشمال بتاع منتخب قطر كان عنده مشاكل، لان موسى التعميري جات له كورتين لوحده خالص جوه المنطقه، اتعامل معاهم مش بشكل مش احسن حاجه يعني، لكن ده كان باين ان فعلا منتخب قطر بدا يرتبك، وفعلا بتقدر الاردن والله ان هي تحط التعادل. هدف كان مهم جدا، هدف حلو جدا، استلامه ولا احلى من يزن نعيمات، استلم واحده يعني ده متهيألي من احسن اهداف البطوله، بيستلمها عاليه بينزلها على الارض ويلطش بشماله طلقه في الجون، بيقدر منتخب الاردن انه يرجع. غلطه منتخب الاردن انه بعد ما سجل رجع تاني لنفس الارتباك وحاله الدفاع، ومنتخب قطر خلاص مسك كوره عشان بيدور على الهدف. وفعلا المردي لاعب منتخب الاردن فعلا بيدي ضربه جزاء ساذجه جدا للمعز علي، ولا مش فاكر مين اللي كان خدها من فريق قطر، بس ضربه جزاء فعلا ساذجه جدا، يعني ضربه جزاء غريبه جدا ما ترتكبهاش، مالهاش لازمه، هو خلاص الكره ميته فانت اديت له بيلن ملهاش اي نوع من انواع اللازمه، بيلن غريب جدا عشان تتحسب، يروح الحكم الصيني للفار يحسب بيلن ثانيه لقطر. دي بيلن يعني هي دي انا ما اظنش ان فيها شك، لكن ستيل ان انت ده اخطاء دفاعك اللي فعلا حتى بعد البيلن دي بتشوف ازاي ان خلاص دفاع الاردن خرج من الجيم خالص، بتشوف ازاي ان خلاص الفرقه تقريبا خلاص، يعني مع ان هي 2-1 وانت لسه قدامك، وبتشوف ده بيتلخص في الموقف بتاع يزن لما قام جاي داخل مدي كتف للاعيب قطر، ما فيهاش طرد، وهو فعلا ما خدش طرد، لكن ده يبان ان خلاص هو بدا يخرج خلاص من اجواء الماتش خلاص، قطر تقدر ان هي تتوج بكاس اسيا. منتخب الاردن منتخب عنيف، منتخب قوي، منتخب شرس جدا، لسه قدامه تصفيات كاس عالم، وانا برشح جدا منتخب الاردن يقدر يصعد لكاس العالم، وممكن كمان يعمل قلق لانه فعلا عنده تشكيله من اللعيبه الكويسه جدا، لعيبه ممتازه، لعيبه عندها امكانيات ان هي كلها تلعب في اوروبا، خصوصا لما يبقى عندك هجوم عنده قدرات وامكانيات مش طبيعيه، عندك 2 لعيبه، واحد بيلعب في فرنسا وغالبا هينتقل لفرقه كبيره قريب عاجلا ام اجلا، والتاني عندك لعيب لازم يطلع بره بعد البطوله، ما ينفعش يقعد هنا في المنطقه العربيه، وهو المهاجم يزن النعيمات، اللي فعلا انت تشوفه انت ازاي يا ابني مهاجم وعندك كل الامكانيات دي، مهاجم بيسجل، مهاجم بيرقص، مهاجم مهاري وخفيف جدا على الكوره، فانت منتخب الاردن لازم تبقى فخور بيه لو انت اردني، ولو انت قطري فده نتيجه الشغل يا جماعه، ناس بتشتغل، ناس فعلا بتحاول تقدم حاجه للكره القطريه، فعلا بيقدموا حاجه تدرس او مشروع يقدر فعلا ان هو يشوف النتائج على ارض الواقع، ما يعني عمل مشروع فوجد نتائج، بس هو ما فيهاش يا جماعه، ما فيهاش حاجه قمه السهوله ان انت والله بتشتغل، وفعلا اللي ما جد ده وجد، وفعلا دول ناس بتشتغل تقول لي نص المنتخب مجنس ومش عارف ايه، معلش يعني هي فرنسا بانجازاتها دي كلها جايباها ازاي؟ يعني فرنسا دي بص على المنتخب كده ما فيش الا لعيب واحد فرنساوي، وممكن كمان يبقى له اصول تانية، يعني انت متخيل؟ فانت ما تقوليش مجنسين، دول لعيبه فعلا قدر المنتخب القطري ان هو يطلعهم من الناشئين ويعمل فرقه فعلا قادره ان هي تنافس وتاخد كاس اسيا مرتين على التوالي، فمبروك لمنتخب قطر، هارد لك لمنتخب الاردن. بس يا سيدي ده كل الكلام عن نهائي كاس اسيا، لو انت وصلت لحد هنا ما تنساش حط لايك، اشترك في القناه، فعل زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد بننزله. سلام يا معلم.